حاولوا تكسروا القاعدة وتعملوا لأولادكم حاجة تشجعهم وتفرحهم. قد ايه الحاجات دي بتشجع الأولاد الصغيرة وبتفرحهم جدا. يعني مثلا أنا لو نزلت بالولاد أول حاجة بيطلبوها مني مثلا الأكلات دي، البطاطس بالشكل ده، السوسيس أو الهوت دوج بالشكل ده. فليه احنا ما نعملهوش في البيت؟ وكمان هيبقى أوفر في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها والحاجات الغالية جدا. فده بالنسبة لنا فعلا موفر وسهل وبسيط جدا وهيفرح أولادنا. كمان في المدرسة في اللانش بوكس هينفعهم وهيشجعهم جدا. كمان لو نازلين مثلا ممكن تعملوه وتاخدوه معاكم، على أساس ان تكوني عاملاه في البيت وضمناه وياكلوه في الشارع أحسن بكتير ما تجيبوه لهم جاهز. ويلا بينا نشوف الهوت دوج أو السوسيس بالطريقة دي، سهل جدا وبسيط، أي حد طبعا هيعمله بمنتهى السهولة. ده لو مثلا حد لسه في ابتدائي هيعمله بمنتهى السهولة. فيلا نشوف الطريقة. اول حاجه السوسيس بتاعي بفضل جدا ان انا اسويه على البخار الاول. على البخار يعني حله من تحت، فيها الحله بتاعتي هي حله الاول فيها ميه وبعدين عليها شبكه زي ما انتم شايفين او مصفى، والمصفى دي ليها غطا، هي دي حله البخار. اذا مش عندكم فانتوا هتسووه على البخار، هتحطوا حله فيها ميه ومن فوق مصفى عاديه من المصافي اللي هي بتاعت كل بيت، الالومنيوم دي، وهتغطوها بغطاء مقارب ليها وهيتسوى على البخار بمنتهى السهولة. ولو حلتك ألمونيوم حط لها شوية من الخل عشان بس ما تسودش، وده بيخليه مدخن كده وبيديله تدخينة اللي سوى على البخار رهيبة. بعد كده خلاص سويته على البخار، ما خدش معايا دقايق، وبعدين هبتدي ان انا بيضة فقط لا غير، حطيت لها فلفل اسود ورجيتها كده بالشوكة كويس قوي. وبعدين السوسيس بتاعي ابتديت احطه في اسياخ الشيش طاووق اللي انتوا شايفينها دي. دخلت السيخ كده من النص كويس قوي، وما خرمتوش ولا هنا ولا هنا، خليته متوسطن. وبعدين على البيض وبعدين على الفيجيتار. انا استخدمت فيجيتار، انتوا ممكن تستخدموا بقسماط مفيش اي مشكله. بصوا هنا، لو السوسيس بتاعكم السوسيسه بالكامل مجاش عليها البيض، ممكن تعملوا اللي انا عملته ده. انا حطيت كده بالشوكة عشان خاطر اتأكد ان السوسيس بتاعي كلها كاملة اتملت بالبيض بتاعي. بعدين طاسة على النار وفيها زيت، وابتديت امسك الصاغ بتاعي طرفه واغطس السوسيس بتاعي في الزيت، وافضل احركه بايديا في كل الاتجاهات لحد ما ياخد اللون في من كل الاتجاهات. وطلعته هو مش محتاج سوا، لان انا زي ما وريتكم انا كنت مسوياه من البداية ازاي. كمان مش لازم خالص ان انتوا تحطوا الاسياخ دي، ممكن تعملوها من غير اسياخ، بس انا حبيت اعملها تفرح الاولاد مش اكتر. واذا حابين ان الكفر بتاعكم يكون اسمك من كده، هتكرروا العملية بتاعت البيض والفيجيتار او البقسماط مرتين. وفي النهاية بقى التاتش ده بتاعك انتي. يعني انا هنا حطيت صوص الشيدر وكمان حطيت كاتشب، فانتي حسب ما تحبي، مش حابة صوص شيدر، مش حابة كاتشب، حابة مايونيز، زي ما انتي ما بتحبي تحطي ايه حطيه براحتك خالص. مش حابة تحطي حاجة مفيش اي مشكلة، فعلا جربوه هيعجبكم قوي. يعني الكفر الخارجي مقرمش وهو من جوه مدخن وطعمه رهيب، وهيعجب الاولاد جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.